لم يفوت سان تيتيان فرصة استقباله لنيم برسم الدور الثلاثين من الليغ 1 ليلحق به الهزيمة 2-1 مواصلا مطاردة ثلاثي المقدمة. المباراة حضرها لمدة 66 دقيقة يوسف أيت بن ناصر بمستوى جيد ونشيط في متوسط ميدان الخضر، بينما تابعها ضيفه رشيد العليوي من كرسي البدلاء. تتواصل الأهداف التي يسجلها اللاعبون المغاربة في البطولة السعودية لهذا الموسم دورة بعد أخرى، ويحظى هداف البطولة عبد الرزاق حمد الله بنصيب الأسد من هذه الحصيلة حتى الدور 25. وتمكن المغاربة من زيارة شباك المنافسين حتى الآن خلال 37 مرة، وتنوب عن تسجيل الأهداف كل من عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر 22 هدفا، ونور الدين أمرابط زميله في الفريق الأصفر 5 أهداف، وأحمد حمودة اللاعب الرائد 5 أهداف، ومروان داكوستا مدافع الاتحاد 3 أهداف، ثم هدفان لعزيز بهدوز الذي انفصل عنه فريقه الباطن خلال فترة انتقالات الشتوية الماضية. ويحتل المغاربة مركز الوصافة من بين الجنسيات الأكثر تهديفيا في البطولة السعودية لهذا الموسم بعد البرازيليين المتصدرين ب 105 أهداف، فيما يأتي لاعب الرأس الأخضر في المركز الثالث ب 22 هدفا بالتساوي مع الكاميرونيين. في تقرير لمجلة فرانس فوتبول حول أجور اللاعبين الممارسين في الليغ 1 وكذا الليغ 2، ظهر المغربي أشرف بن شرقي مهاجم لانس في ترتيب اللاعبين الذين أطلقت عليهم لقب المليونير منتمين البطولة للدرجة الثانية الفرنسية. 1.2 مليون أورو هو مجموع ما يتقاضاه اللاعب المغربي سنويا، وهو معار من الهلال السعودي صوب لانس، وهو ما يجعل منه اللاعب أكثر دخلا في الدرجة الثانية. بن شرقي صاحب 24 عاما سبق له حمل قميص المنتخب المغربي في 8 مناسبات، ويعتبر من أكثر اللاعبين الذين نجحوا في إثبات حضورهم القوي في فرنسا بالنظر لما يتوفر عليه من إمكانيات بدنية وتقنية محترمة. جريدة الأخبار التي أشارت إلى اهتمام الناخب الوطني هيرفي رونار بمواجهة المنتخب الجزائري خلال آخر محطة إعدادية قبل المشاركة في كأس إفريقيا المقررة في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، إلى جانب منتخب أوروبي أو آخر إفريقي، على أن يتم الحسم في البرنامج الإعدادي وهوية الخصوم في الأسابيع القليلة المقبلة، علما أن المنتخب المصري هو آخر من يفاضل بين مواجهة المنتخب المغربي أو الجزائري. أكدت جريدة مغربية أن إدارة نادي الأهلي المصري رفضت عرضا صينيا مغريا توصلت به لتسريح اللاعب المغربي وليد أزارو خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت يتشبت فيه اللاعب بالرحيل لخوض تجربة جديدة في إحدى الدوريات الأجنبية، خصوصا في ظل إبعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية. وأضافت مصادر جريدة أن القرار رفض تسريح الدوري وليد أزارو إلى أحد الأندية الممارسة في الدوري الصيني التي طلبت التعاقد معه. قد خلف أزمة حادة داخل الأهلي المصري، حيث انتفض اللاعب في وجه المسؤولين بعد رفضهم لهذا العرض الجديد وتشبتهم بخدماته، على الرغم من الوعود التي تلقاها أزارو بخصوص السماح له بالمغادرة خلال الفترة المقبلة. ويعتبر وليد أزارو الانتقال إلى أحد الدوريات الأخرى قد يفتح له باب العودة إلى المنتخب المغربي من جديد وضمان المكان داخل التشكيلة التي ستخوض نهائية كأس إفريقيا في مصر بداية من يونيو المقبل، لا سيما وأنه فقد الرسمية رفقة نادي القرن، إذ اختار المدرب الاعتماد على اللاعب مروان محسن في المسابقات المحلية والإفريقية بدلا منه. ومن جهة أخرى كتبت مجموعة من التقارير المصرية أن المدرب الأرجواياني مارتن لارساريتي قد عاتب اللاعب وليد أزارو على إهداره فرصا سهلا خلال مشاركته أمام الزمالك المصري في آخر مواجهة، فيما أرجح اللاعب السبب إلى الانتقاد لعامل التنافسية وابتعاده عن التشكيلة الرسمية خلال الفترات الماضية. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين قيام رئيس الجامعة فوزي لقجع بمتابعة الحالة الصحية لثلاثي يوسف النصيري وأشرف حكيم وعبد الإله الحفيظي. وأوفد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طبيب المنتخب الوطني عبد الرزاق هيفتي لمتابعة الدقيقة للحالة الصحية للاعبين الثلاثة الذين أصيبوا خلال الفترة الأخيرة، إذ أصيب يوسف النصيري بالمعسكر التدريبي للأسود الذي سبق
ودية الأرجنتين، في حين أصيب الحفيظي خلال المباراة السوبر الإفريقية التي فازها بها نادي الرجاء، في الوقت الذي تعرض فيه الظهير الأيمن أشرف حكيمي لكسر رفقة فريق الألماني دورتموند السبت الماضي. يذكر أن الثعلب الفرنسي هيرفي رونار يعول كثيرا على ثلاثي لتعزيز تركيبته البشرية التي ستخوض غمار كأس إفريقيا للأمم بمصر مطلع الصيف القادم، والتي يعول عليها المغاربة كثيرا لحصد ثاني لقب قاري بتاريخ البلد. مع أن تنفس المدرب الناخب الوطني هيرفي رونار الصعداء والكشوفات الطبية التي تؤكد عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها مهاجم ليغانيس الإسباني يوسف نصيري خلال فترة الإحماء التي سبقت المباراة الودية للفريق الوطني أمام الأرجنتين، وحاجته فقط إلى راحة لمدة أسبوعين، حتى صدمته خبر إصابة الدوري المغربي أشرف حكيمي التي انتهى موسمه بعد الكسر الذي تعرض له في المباراة التي خاضها بالأمس فريقه بروسيا دورتموند عن البطولة الألمانية. وبات من المؤكد أن يخضع أشرف حكيمي لعملية جراحية بمدريد، ما يعني أنه يحتاج على الأقل 3 أشهر للعودة للملاعب، أي أنه يعلن من الآن عدم مشاركته في كأس أفريقيا للأمم الصيف القادم. وسيعيد غياب حكيمي عن الفريق الوطني ذات الصداع الذي ضرب رأس رونار بحثا عن ظهير أيسر، فقد نجح حكيمي برغم أنه يلعب في أصل ظهير أيمن في سد الثغرة التي تركها في السابق غياب حمزة منديل. يوجد مبدع الأسود حكيم زياش خلال الموسم الجاري في قمة مستواه، ما جعل العديد من التقنيين العالميين يضعونه ضمن خانة اللاعبين الكبار ويرشحونه للانتقال لنادي كبير في الموسم الكروي القادم. ويساهم زياش بفضل مواهبه ومؤهلاته الرائعة في بروز نادي أجاكس أمستردام على المستوى المحلي والمنافسة على لقب البطولة الإيرديفيزي الهولندية والأوروبية، بوصوله لدور ربع نهائي عصبة الأبطال أوروبا، متجاوزا أعتد الأندية الأوروبية آخرها ريال مدريد الذي أطاح به بدور الثمن، وتنتظر مواجهة مشتعلة أمام يوفنتوس الإيطالية بنجمه كريستيانو رونالدو في دور ربع ذات المنافسة. وبحسب الأرقام التي حققها لحد الآن زياش والتي تؤكد علو كعبه، جعلته يحظى بمتابعة خاصة سواء من الأندية الراغبة في انتدابه أو من التقنيين والمواقع المهتمة بالنجوم العالمية. وهذه أرقام زياش بالبطولة الهولندية: خاض 33 مباراة، سجل 14 هدفا، ساهم في 24 هدفا، صنع 10 أهداف، له أسيست كل من 78 دقيقة. تقييمه بالبطولة 8.37. يشار إلى أن صحيفة سبور الهولندية أكدت بأن حكيم زياش بات من أولوية النادي البافاري بايرن ميونخ بعد أن وضعت إدارة الفريق اسم اللاعب في لائحة انتداباته للموسم القادم. مباشرة بعد انتهاء مباراة أجاكس أمستردام وضيفه PSV أيندوفن حيث حصل على البطاقة الحمراء، توجه نصير مزراوي إلى غرفة تبديل الملابس والتحق بزملائه وهنأهم وقال لهم: شكرا أيها الرفاق. وقال زميل مزراوي ماتياس ديليخت في تصريح نقلته الصحافة الهولندية: مزراوي شكرنا في غرفة تبديل الملابس، نحن سعداء لأنه لا يشعر بعقدة الذنب. وأضاف ديليخت: مزراوي كان مندفعا بعد الشيء ونحن لا نلومه، لكن يجب الاعتراف أن طريقة لعبه تناسبنا جدا. وكان أجاكس يخشى أن ينقلب عليه أيندهوفن بعد طرد مزراوي في الدقيقة 55 من مباراة ما برسم الدور 27 من منافسة البطولة الهولندية، لكن لحسن الحظ أجاكس أن لاعبيه تحكموا في زمام الأمور وأنهوا المباراة بفوز مهم 3-1، وهو ما مكنه من تقليص الفارق بينهما في صدارة الترتيب إلى نقطتين فقط.